أصحاب المعاشات كلهم مش بيسألوا دلوقتي غير سؤال واحد بس، المعاشات دلوقتي هتزيد ولا لأ؟ والزيادة هتكون إمتى؟ بس دلوقتي البرلمان ونقابة المعاشات بيتحركوا لتطبيق زيادة فورا، بس يا ترى الزيادة هتطبق إمتى؟ وهنسمع عن زيادة جديدة أصلا ولا لأ؟ والبرلمان بيعمل إيه دلوقتي؟ كل دي تفاصيل هتعرفها معانا في الفيديو ده. الناس كلها مستنية دلوقتي تسمع خبر واحد بس، وهو زيادة المعاشات رسميا، خصوصا بعد ما الرئيس السيسي ناقش مع وزير المالية الزيادة الجديدة في المرتبات من ساعات بس، ووزير المالية قال إنها تكون جزء من حزمة اجتماعية جديدة تفوق التضخم، يعني الهدف الأساسي تحسين مستوى المعيشة مش مجرد كلام. الموضوع مش جديد لأن السنة اللي فاتت 2025 صدر قرار رسمي بزيادة المعاشات بنسبة 15% وابتدت تتصرف من يوليو، لكن دلوقتي 11.5 مليون صاحب معاش مستنيين زيادة 2026، وده طبقا لقانون التأمينات الاجتماعية الموحد رقم 148 لسنة 2019، واللي بيقول زيادة سنوية مع بداية كل سنة مالية بداية من يوليو بنسبة لا تقل عن معدل التضخم ولا تزيد عن 15%. يعني كل سنة أصحاب المعاشات ليهم حق في زيادة، والزيادة دي لازم تحميهم من غلاء المعيشة. بس الناس دلوقتي شايفة إن الرقم الحالي مش كفاية. الحد الأدنى دلوقتي حوالي 1755 جنيه، والحد الأقصى 13360 جنيه، بس مع موجة الغلاء كتير من الناس بيحسوا إن ده مش هيكفيهم ولا يعيشهم حياة كويسة. بس البرلمان ما سكتش ودخل على الخط، والنائبة نشوى الشريف قالت المعاش مش منحة، ده حق، ولازم الزيادة تبقى مرتبطة بالتضخم علشان المعاش يحافظ على قيمته. الدكتورة إيرين سعيد قالت الحد الأدنى ضعيف جدا ولازم يتراجع بسرعة. كمان النائب حاتم عبد العزيز قال الحد الأدنى لازم يقرب من الحد الأدنى للأجور لأنه مصدر دخل وحيد لملايين الناس. والنائبة مروة هاشم قدمت فكرة جديدة، ودائع بعائد 20% لأصحاب المعاشات علشان يبقى ليهم دخل ثابت إضافي يساعدهم في المعيشة. لكن النائب محمد الصالحي قدم مشروع قانون لرفع الحد الأدنى للمعاشات ل 7000 جنيه، وده لو طبق هيغير حياة ملايين الناس. وطلب كمان إن الحد الأدنى للمعاش يزيد تلقائي زي الحد الأدنى في القطاع العام. وفي وسط كل ده ظهر إبراهيم أبو العطاء الأمين العام لنقابة أصحاب المعاشات، قال كلام مهم جدا، المعاشات مش مسؤولية الصناديق بس، دي مسؤولية الدولة كلها، ولازم يكون في حد أدنى ثابت يحمي أصحاب الدخل الأقل. وقال الناس دول مش عيب، دول خبرة وقوة لازم نستفيد بيها. وطالب كمان بخدمات أكتر زي تحسين العلاج وتخفيف فواتير الكهرباء وتسهيل الخدمات. وفي نفس الوقت الحكومة كانت شغالة على خط تاني. الدكتور مصطفى مدبولي أكد إن الدولة بتحاول ترفع مستوى المعيشة رغم الظروف العالمية الصعبة. ووزير المالية أحمد كوجك قال الزيادات اللي جاية مش هتكون شكلية، هتعدي معدلات التضخم علشان الهدف تحسين مستوى المعيشة. بس رغم كل الكلام ده لازم نكون واضحين، لحد دلوقتي مفيش أي قرار رسمي نازل بقيمة زيادات معاشات 2026. كل اللي الناس سمعاه لحد دلوقتي مجرد توقعات، واللي هيحسم الموضوع فعليا هو شهر يوليو زي ما القانون بيقول. يعني الموضوع تحت متابعة مستمرة، والبرلمان بيشتغل، والحكومة بتحضر لحزمة جديدة، والناس مستنية كل شيء يتضح قريبا، واللي هيحدد الحقيقة هو الإعلان الرسمي. ودلوقتي قول لنا تفتكر زيادة المعاشات الجديدة هتوصل لكام؟